انا عايز بس ارد على خالد الغندور. يمكن النهارده يمكن اول مره اتكلم، ما قلتش كابتن خالد يعني. بيتكلم بيقول انا مش عارف لك انت ايه. لا والله انا معروف ان انا عندي 8 سنين في النادي الاهلي، وتربيت جوه النادي الاهلي، وعشت جوه النادي الاهلي حوالي اكتر من 17 سنه، لحد الظروف الخارجه عن ارادتي، مع احترامي لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، هي الظروف اللي اجبرتني ان انا العب مع نادي الزمالك. اما في الوضع اللي كنت موجود فيه، انا كنت عمري ولا عايز اسيب النادي الاهلي، ولا امشي من النادي الاهلي، ولا ارحل عن النادي الاهلي. والمسؤولين في النادي الاهلي يعلموا ذلك، يعلموا ان ابراهيم سعيد بيعشق تراب النادي الاهلي. ناس بتتكلم هتقعد بيقعدوا يتكلموا بيقولوا على التصريحات، انا قلتها ويمكن بعد كده مش هتكلم في الموضوع ده تاني يعني. اولا لما بتزعل من بيتك فممكن بتقول تصريحات، ممكن بتقول حاجات خارجه عن ارادتك غصب عنك، لان برضو طبيعي ان انت هتبقى زعلان. بس الزعل ده عمري في يوم من الايام ما هكون ضد النادي الاهلي، ولا ضد البيت اللي رباني وعمل اسم ابراهيم سعيد وصنع اسم ابراهيم سعيد، سواء في خلاني احسن لاعب في مصر مرتين، وخلاني احسن مدافع في مصر حوالي 3 مرات، وخلاني من ضمن الحمد لله اللي بيتقال وبيتذكر اساميهم ان من ضمن افضل المدافعين في مصر وفي افريقيا. بتشرف طبعا. فطبعا الحته ان الناس تتكلم تقول لك ان انا لجنه وان انا عايز اشتغل في النادي الاهلي وفي قناه النادي الاهلي، زي احد كده هزاز الرؤوس اللي بيتكلم وهو زعلان ان انا ما بذكرش اسمه. اصل والله انا لو ذكرت اسمك والله العظيم ما حد هيعرفك. والله انت بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده في طيزي عشان استاهل، لان انا استاهل، ان انا مش فاهم ان انا راجل حيوان. فلما اتقال ان انا تعالى معانا عشان خاطر تهاجم النادي الاهلي وهاجم رموز النادي الاهلي زي ما حصل مع كابتن كبير، يعني والله الواحد كان يعتبر من ضمن الرموز، كابتن مصطفى يونس، ويمكن هو اتغدر بيه او اتحط في سكه بصراحه المفروض ما كانش يحط نفسه فيها. شفتوا الوضع اللي كان موجود فيه كابتن مصطفى يونس في الوضع ده؟ على فكره كانت البدايه كانت هتبقى عندنا، بس رفضت لان النادي الاهلي خيره على ابراهيم سعيد وعمل اسم ابراهيم سعيد، وهفضل اعيدها. فمحدش يتكلم على ولائي للنادي الاهلي مهما كان الخلاف. ممكن النادي الاهلي ضرني في اوقات كتيره جدا، بس عمري ما هنسى خيره عليا ولا فضله عليا. عشان كده في وقت الازمه بتاعت النادي الاهلي انا وقفت مع النادي الاهلي، وقفت بقوه. وعلى فكره كنت ممكن في اللحظه دي ابقى في الناحيه الثانيه مع نادي الزمالك، ده اقرب حاجه، لان كانت الامور كانت جميله وحلوه وزي الفل. هو اول ما اتقال ان انا اطلع اهاجم في الرموز واخبط في الرموز ورفضت، زي ما انتم شايفين الليله كده كلها اللي حصلت، بشتايم باسرتي، شتايم بعائلتي، بيا، بوالدي الله يرحمه، بوالدتي، بكل الاسره بتاعتي. وللاسف معظم يعني خالد غندور انت اكتر واحد ضريت نادي الزمالك، انت وشويه هزاز الرؤوس اللي موجودين معاك. انت ضحكت على جمهورك اللي هو خيره عليك. على فكره انت كنت المفروض ان انت بيتقال عليك الكابتن التاريخي ايا كان بقى، تمام؟ انا لاعب دولي، طب انت لاعب محلي. ممكن حضرتك تقول لي انت مثلا عملت ايه مع المنتخب او لعبت ايه المنتخب؟ ولا عملت حاجه. حتى النادي اللي خيره عليك انت كنت ضده، ما كنتش معاه على فكره، لانك انت كنت بتتبع شخص. انت عمال تتكلم تقول ان انا بتبع كيان وبحب الكيان، هو اللي بيحب الكيان يعمل فيه كده؟ ده انت خليت الكيان بقى شخص واحد. تطبيلك للشخص ده هو اللي ضر نادي الزمالك. انت وشويه هزاز الرؤوس اللي موجودين على فكره ضريتوا اسم نادي الزمالك، وعمركم وانتوا في القناه ما اشتغلتوا لصالح نادي الزمالك. كنتوا بتشتغلوا الواحد اللي هو بيخوفكم وكسر عينيكم وما كانش حد يقدر يتكلم. حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيك. هنخش على حاجة مهمة جدا برضو وعملت مشكلة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة دي، تسريب عقد زيزو. يا جماعة بجد العقد التسريب اللي اتسرب ده، انتوا مش بتلاحظوا حاجة كده؟ بعد رحيل الراجل رئيس النادي المعزول والأولاد بتوعه وأولاده والناس اللي حواليه، كل العقود نزلت وكل المشاكل نزلت وبتتسرب. عرفتوا بقى مين اللي كان بيسرب؟ عرفتوا مين اللي كان عامل مشاكل؟ مين اللي ما كانش محافظ على النادي؟ مين اللي مش بيحب النادي؟ على فكره انتوا عاملين تقولوا، ناس كتير عماله يعني ماسكه الرق وعاملين يقولوا ده الرئيس التاريخي. طب يا جماعه عايز اقول لكم حاجه بجد، ده الرئيس التاريخي ده ما جابش بطوله افريقيا. يعني ما جابش بطوله افريقيا. يعني ايه سوبر افريقي؟ ماشي سوبر افريقي طبيعي ان نادي الزمالك سوري الكونفدراليه
الطبيعي نادي الزمالك لما يشارك في الكونفدراليه طبيعي ان هو ياخدها، لان من الانديه الكبيره ومن الانديه اللي ليها شعبيه ومن جماهيريه، فالطبيعي نادي الزمالك لما يشارك في الكونفدراليه فالطبيعي ان هو يحصل عليها. فدي مش بطوله، لان هي مش بطوله قاريه بحجم وقيمه بطوله افريقيا الابطال الدوري اللي هو حصل عليها النادي الاهلي ما شاء الله، يعني رقم ما شاء الله بيدل على تاريخ النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. فالرئيس التاريخي اللي انتوا بتتكلموا عليه ده ما خدش بطوله افريقيا، فخلاص يبقى ما يبقاش تاريخي بعد التهليل اللي حصل ده. وللاسف بعض الناس اللي بتقعد تدافع عن رئيس النادي السابق اكتر ناس ضروا نادي الزمالك. طبعا عقد زيزو لما اتسرب واحنا عرفنا مين اللي بيسرب الحاجات دي. انا بصراحه يا جماعه والله بجد يعني بالفلوس اللي كانت معموله لعقد زيزو ده كان ممكن تجيب كريستيانو رونالدو، مش هتجيبه سنه يعني، ممكن تجيبه 6 شهور على الاقل. كان هيعمل لك اضافه وكان هيعمل لك اسم وكان هيعمل لك دعايه غير طبيعيه. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد.